في سؤال او ترند كده بدأ يظهر على السوشيال ميديا كتير الفترة اللي فاتت، فكرة تأخر الإنجاب الغير مفسر او بدون اسباب. يعني الزوجة مثلا راحت للدكتور فلان الفلاني، لقت نفسها وعملت تحاليل والفحوصات لقت نفسها زي الفل، والزوج نفس الكلام عمل التحليل وكله تمام، بس يقولك انا متجوزة بقالي 4 سنين 5 سنين ولسه ربنا ما كرمهاش باولاد. فده بيبقى تفسيره ازاي، وحضرتك ازاي بتتعامل مع الحالات دي؟ بالنسبه للحالات اللي زي ديت بندرج تحت مسمى اللي هو العقم الغير المفسر. والعقم الغير المفسر ده نسبته 30%، وده نسبه كبيره حوالي تلت الحالات. تمام. تلت الحالات بتجيلنا مش لها سبب نعمل بس ده احنا ما نقدرش ناخد التشخيص اللي هو العقم الغير المفسر كده على طول، لازم نكون عاملين كل الفحوصات بتاعتنا. يعني احنا دلوقتي لازم عشان الحمل يحصل لازم يكون الزوج كويس، يحصل تبويض كويس، ويبقى عشان البويضه تلتقي بالحيوان المنوي يبقى في سكه توصل الاثنين ببعض. تمام. فلازم اول حاجه نبدا بيها نشوف تحليل الزوج لازم يكون تحليله ماشي مع، لان احنا في دلوقتي نزل حتى في اخر حاجه اللي هي منظمه الصحه العالميه نزلت في 2020 نزلت الجايد لاينز بتاعت التحاليل او التقارير المظبوطه لتحليل الزوج. تمام. فلازم نبقى ماشيين عليها، وبعدين نشوف هل هي الست دي بيحصل لها تبويض ولا لا. تمام. وبعدين نتاكد اذا كان البويضه ديت السكه اللي هي بتوصلها سكه مفتوحه او سكه سالكه زي ما بيقولوا سكه، وبعدين مش حاجه تعيقها يعني. وبعدين الارض اللي هيتزرع فيها هو الرحم نفسه. لان احنا بنمثل الحمل كله بعباره عن زي بذره وتربه. البذره اتكونت وتتزرع كويس. لازم يكون في بذره كويسه ولازم تتزرع في تربه كويسه. واخد بال حضرتك؟ فده لازم وبعدين احنا دلوقتي لو احنا جينا لقينا التحليل السائل المنوي فيه مشكله، لازم يتعاد بعد 3 شهور. تمام. لان وارد جدا، لان احنا في حاجه عندنا حتى بيسموها في بتوع اللي هم دكاتره الذكوره فروم زيرو تو هيرو بالنسبه للسائل المنوي. يعني ممكن الراجل يبقى زيرو مفيش حيوانات منويه خالص، وبعد شويه تيجي تعيد له التحليل تلاقيه طبيعي 100%. يعني بعد بيتغير بسرعه. بعد ما نستبعد كل الحاجات ديت يبقى ده هو العقم الغير مفصل، لان احنا هنبدا ناخد اجراءات بناء عليه. تمام. بناء عليه. فانا يعني طب غالبا الحاله بتيجي لنا احنا متحوله او جايه بعد ما تكون خدت منشطات. احنا اخرنا في المنشطات الاقراص 6 شهور. تمام. او 6 مرات متفرقين. يعني 6 مرات ورا بعض، وممكن يعني حتى كانوا لحد سنه، ولكن ده برضو كتير. يعني 6 شهور خلاص ما بنديش المنشطات. الخطوه اللي بعد ما ندي بقى التنشيط المفروض نعلي مستوى العلاج. ما ينفعش تبقى العيانه جايه لنا واخده تنشيط وبعدين نبدا بنفس العلاجات، والا يبقى احنا ما ضفنالهاش حاجه. صح. طيب المفروض هنعمل ايه بعد كده؟ اللي هي بنديها تنشيط مع تلقيح صناعي. تمام. ده الخطوه اللي بعد كده. في بعض الناس ممكن الموضوع ده يتكرر لحد 3 مرات ما جابش نتيجه، بنعمل حقن مجهري. ولكن في احنا برضو عندنا مشكله الوقت. يعني في مشكله الوقت دي مهمه جدا. كل عيان ساعات يبقى هو اللي مستعجل. تايم تو جيت بريجننت. تمام. خد بالك لان عامل الوقت ده مهم جدا. كل ما زاد الوقت كل ما زادت المشاكل حتى بين الزوج وزوجته. هي العيان مش عايز يطلع سلمه عايز يطلع في الاسانسير. لا عايزين عشان تحمل، عايزه تحمل بسرعه زينا. كل المصريين مش عايزين يعني الوقت ده مهم. طالما في تقنيه اعلى عايز يطلع لها على طول. فاحنا بنعمل التلقيح الصناعي مع التنشيط مره. ممكن نجرب مره. ممكن نجرب مره، وساعات بتجيب يعني في معظم الحالات بتجيب نتيجه كويسه. وبعدين نعمل الحقن المجهري. وانا يعني انا عندي حاله كان عندي يعني 5 اخوات. 5 رجاله اخوات باسره كامله. تمام. وتحاليلهم كلها كويسه، والكلام ده كان من 4 سنين. تمام. ونعمل التحاليل. لأول جات لي حالة اللي هو الراجل الكبير اللي هو أكبر واحد في العيلة، كبير قال لك أنا هعمل حقن مجهري وبتاع. تحاليله كويسة، وكان هو اتجوز واتجوز مرة تانية، ودي تاني زوجة ليه. فعملت له حقن مجهري والحمد لله ربنا أكرمها في توأم. جه بقى لما كده جاب لي اخواته التانيين اللي بعد منه عندهم نفس المشكله برضه. ما عندهمش اي مشكله يعني متاخرين بس. قال لك انا هنعمل بقى الاثنين التانيين مع بعض. طب تحاليلهم كويسه جدا. تمام. سواء الزوج او الزوجه الاثنين كويسين. هم عيله كبيره. يعني عملت لهم الاثنين والحمد لله برضو ربنا اكرمهم. طب الحمد لله. ده نسبه النجاح في الموضوع ده بيبقى عاليه. عاليه جدا. وبعدين قال لك خلاص بقى هفاضل الاثنين كده عشان نكتمل بقى الاسره. بكمل التيم كله. وعملنا لهم الحقن الاثنين الاخرانيين. حلوه دي. والحمد لله ربنا اكرمهم. وحتى اخر مره كان احنا برجع 2 اجلنا في الحاله، بس الحاله ديت كان عندها جنين انقسم
وبقوا بقوا 3 وولدت الحمد لله. الكلام ده يمكن من شهر ولا حاجه. كويس والله الحمد لله. فربنا اكرمهم. بس انا ما برجعش اكتر من 2، ما برجعش اكتر من جنينين. ودي الصدفه ان في جنين انقسم وبقوا 3. طب الحمد لله. فكل قصه نجاح. كلهم دلوقتي الحمد لله من 4 سنين ما كانش عندهم اولاد. كل البيت دلوقتي الحمد لله أولاد. الحمد لله بفضل ربنا يعني سبحانه وتعالى. الحمد لله. تمام يا دكتور.